الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى. ابتلى آدم ثم اجتباه وهدى، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوع جد هام، ألا وهو الأدب في المسجد. يا إخوة الإيمان، عندما يذهب المصلي وجمع من المصلين، يوجد ليس المسجد مركز للقاءات، مركز لأن يلتقي شخص مع أخاه المؤمن ويتكلم معاه ويدور بيناتهم الحديث والضحك وإلى آخر ذلك. وفي المسجد حرمة، فهذا من قلة الأدب. سبحان الله، نتأدب في المسجد لأنه بيت من بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسجد للاستغفار، المسجد للصلاة، المسجد للدعاء، هذا فقط. كيف لنا نحن أننا نذهب إلى المسجد من أجل أن نتحدث ومن أجل أن نقول؟ لا، اقرأ، هز مصحف، خذ معك مصحف واقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، لعل تلك الآيات التي كنت تقرأها تشفع لك يوم القيامة. يأتيني شخص يريد أن يتكلم، عندما نخرج من المسجد ونصلي سأتكلم معك، أو أذهب إلى المقهى ونتكلم، نجلس على انفراد ونتكلم. أما الداخل في المسجد فهذا لا يجوز أن نتكلم، وخاصة عندما يكون الإمام صاعد على المنبر ويوجد من يتكلم، هذا هو المشكل الكبير. والله يا إخوة الإيمان، يوجد حتى من ينام ويتكلم في المسجد ولا يبالي ولا يسمع حتى للخطبة، وعندما تسأله ماذا كان عنوان الخطبة يقول لك لا أعرف، عندما يخرج لا أعرف. لماذا؟ لأنه كان لا يركز، وكان عقله منشغلا بأشياء أخرى. فهذا هو الأمر الخطير، الأمر الغير لائق. فعندما الإنسان يبكر، من بكر وابتكر كان له أجر سنة قيامها. سبحان الله، لو كنت غير تروح تبكر وتروح تصلي، سواء صلاة جمعة سواء صلاة فريضة، أي صلاة، فأنت لك أجر عظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أين هو السباق؟ هل السباق في الحديث كما قال الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم؟ أين هنا السباق؟ هنا سابقت من أجل أن تتحدث مع الآخرين. وأين؟ في المسجد، حرمة من حرمات الله عز وجل، بيت من بيوت الله عز وجل. فهل أنت مرتاح البال عندما تتكلم؟ هل ضميرك مرتاح بهذا الفعل؟ هل أنت تحس نفسك أنت على الطريق الصحيح؟ هل لم يأتيك تأنيب الضمير بعد؟ هل لم تعد إلى رشدك بعد؟ لا. سبحان الله، المسجد هو بيت من بيوت الله عز وجل، فوجب علينا أن نعبد الله عز وجل كأننا نراه، فإن لم نراه فإنه يرانا. نذهب إلى المسجد من أجل أن نؤدي الصلوات الخمس، من أجل أن يحفظنا الله عز وجل، من أجل أن نقرأ القرآن، من أجل أن نتعلم القرآن الكريم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يوجد طلبة يقرؤون القرآن وأنتم تشوشون عليهم. تكلم مع صاحبك ويتكلموا على أشياء فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع أصلا. إذا ذهبت وإذا جلست معهم يتكلمون على أشياء تافهة أصلا، أشياء تافهة ليس أشياء على الدين وإلى آخر ذلك. واحد مثال راه يدعي، واحد راه يقرأ، واحد راه يصلي، تتلف له الصلاة. ذيك نهار واحد قال لي راني نروح نصلي، قال لي بصح نلقى جماعة يهضروا ويشايخوا ويقصروا مع بعضهم، بزلهم شوي يجيبوا تاي ويقعدوا. سبحان الله، أين وصلنا؟ فأصلحوا نيتكم مع الله عز وجل. دوك راك تقول يعني راني وحدي، بصح راه كاين ربي وكاين إله يشوفك كيفاش راك تمشي، كيفاش راك تقعد، كيفاش راك تروح، كيفاش راك تخمم. كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة يعلمها الله عز وجل، وهو علام الغيوب. وديما أقول اللهم اشرح صدري للإسلام، اللهم وفقني، اللهم ثبتني، اللهم ثبت القرآن في صدري. وديما وروح، لأنك شوف كل خطوة من البيت تاعك للمسجد بحسنة، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، يضاعف الحسنات لمن يشاء. أما إذا كنت تروح المسجد من أجل أنك تتكلم في هذا وهذا، فتأكد واعلم علم اليقين أن تلك الحسنات التي أجلبتها والتي جئت بها تذهب هباء منثورا. يعني كلي ما درت والو، كلي ما درت والو، عملك وكل شيء راح هكذاك. فأصلحوا أنفسكم يا إخوة الإيمان. أنا راني رايح المسجد، عندي غاية، عندي هدف في راسي، أني راح نأدي الفريضة وأني راح نكتسب الأجر والحسنات، لأن الحسنات يمحي بهم الله عز وجل السيئات. دوك عندك مثال جافيل، عندك قميص أبيض، قاستو قهوة ولا قاستو حاجة كحلة هكذا، درت له الجافيل راح. هكذاك الحسنات، الحسنات راه كل ما تكون عندك سيئات بزاف كل ما تمحيهم الحسنات. والعكس، احنا يساعد الإنسان أنه يكون عنده حسنات بزاف قد الأرض وما فيهن، سبحان الله. فهذا شرف عظيم، وهذا حاجة مليحة لنا والأهلنا إن شاء الله. وهذه إن شاء الله هذه النصيحة نوقف عنها إن شاء الله. تأدب في المسجد، التأدب ثم التأدب ثم التأدب، وخاصة الإمام عندما يكون يتحدث، وخاصة في المسجد لا للكلام في المسجد، لأن هناك مصلون يأتون من أجل اكتساب الأجر، من أجل أن يصلون، ويأتي من يشوش عليهم بتلك الفوضى وتلك الضجيج. وعندما يأتوا يعني 5 و10 و20 و100 و200 يولي المسجد كل يهدر، تولي فوضى. فهنا وجب على الإمام، لأنه هو المسؤول الرسمي والمسؤول الأول على المسجد، أن يعظهم بالحق، والله ولي التوفيق إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يشرح صدرنا للإسلام وأن يثبت القرآن في صدرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك التوفيق وحسن العمل. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولآبائنا ولمن علمنا ولمن سهر على تعليمنا ولمن له حق في تربيتنا وتعليمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ بلادنا الجزائر وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير تقبلوا تحياتي وتحية كل الطاقم الصحفي العامل هنا، جزاهم الله كل خير، وربي بارك فيهم، وربي متعهم بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.